صحوة هارون مصطلح خرج فجأة ومن وراه تحليلات كبيرة بتقول إن دي خطة الكيان لشل حركة الدولة المصرية، لكن الحقيقي إن الكلام ده مجرد سيناريو تحليلي اتناقش في منابر مش خطة معلنة، واللي حصل إن القاهرة قرأت الرسالة دي كتحذير مش كتهديد علشان يكسر البلد. والمصادر الإخبارية اللي نقلت الفكرة دي وضحت إنها قراءة ونظرية مش قرار رسمي، وده اللي خلى الرد المصري يكون رصين ومتعقل بدل الضجيج. لكن يا ترى إيه تفاصيل الخطة دي وإزاي مصر بتستعد ليها الفترة الحالية؟ ده كله هنعرفه في الفيديو ده، فخليك متابع معانا. اسمعوا كلامي واحد واحد من غير تهويل ولا تهوين. أول حاجة لازم نفهمها إن أي مصطلح إعلامي بيتقال بره يمكن يكون ليه هدف واحد، وهو زرع الرعب في السوق الإعلامي ويشغل الناس عن الحقائق. وصحوة هارون كانت من النوع ده بالظبط، اتقالت كسيناريو في تقارير تحليلية عسكرية على مواقع بتتخصص في الشؤون الدفاعية، مش كأمر رسمي من حد في دولة تانية، وده فرق كبير بين اللي بيعمل دعاية واللي بياخد القرار. تاني حاجة، لما الكلام يبقى عن شل أو ردع مصر لازم نرجع للواقع، لأن مصر دولة مؤسسة مش بس جيش وبس، عندها أجهزة ومؤسسات وسلطات مدنية وعسكرية مترابطة تقدر تحافظ على إدارة الدولة حتى في ضغط كبير، ودي قاعدة بتمتد من البنية التنظيمية لحد عمق الناس. والوعي الشعبي هنا بيلعب دور كبير في تفويت أي محاولة لتوليد فوضى داخلية أو إرباك، والكلام ده ممكن نعتبره لا هو تهويل ولا تبسيط في الكلام، دي قراءة لميكانيكا القوة والمجتمع. تالت حاجة، لو حد فكر إن في نافذة تسمح بعمل عملي يستهدف تعطيل الدولة في يوم وليلة، يبقى هو بيسيب مقارنة بين واقع وخيال، لأن مش بس في نظم للدفاع والإنذار المبكر، لكن كمان أي مساس بمصر ليه تبعات عليه هتأثر في التجارة العالمية وقناة السويس والاقتصاد العالمي، وده بيخلي تكلفة أي مغامرة مش بسيطة وممكن تحول الكفة لصالح الاستقرار. رابع نقطة مهمة والناس بتنساها لكن لازم تبقى متأكد منها، وهي إن الكلام اللي ظهر في الميديا عن صحوة هارون تزامن مع تقارير عن تحريك واستدعاءات وتحضيرات عسكرية روتينية في المنطقة، ومنها تأكيد وزير الدفاع المصري على رفع درجات الجاهزية والوحدة حول تأمين الممرات الحيوية، وده طبيعي في أي وقت في احتقان إقليمي. والرسالة من القاهرة كانت دايماً رسالة ضبط نفس واستعداد بدون استفزاز. أما خامس حاجة، السيناريوهات اللي الميديا بتتعامل معاها بتتراوح بين الاحتواء والشد والجذب لمستويات أعلى من التصعيد أو انبثاق محاور جديدة، والمقاربة المصرية الصحيحة هي تحويل هذه السيناريوهات لخطط تحصين، مش إنك تدخل في متاهات خطابية تخلي الناس تخاف. هنا بتيجي الإجراءات السياسية والدبلوماسية اللي بتحط خطوط واضحة وتقول للكل في قنوات للحوار وفي قواعد للالتزام، ومفيش حد يقدر يختبر قوة القرار أو إرادة الشعب بسهولة. سادساً وأهم من كل ده، الإعلام أداة ومين بيتحكم فيه وبيشغله، يعني لازم يبقى عندنا خط وعي وطني يشرح المخاطر من غير تهويل، ويفرق بين تحليل وتوصية وبين قرار رسمي، ويعلم الناس إزاي تميز بين الضجيج والتحرك الحقيقي. الكلام الصح دلوقتي مش دراما على السوشيال ميديا، ده برنامج بناء للاحتياط والتأمين والاتصالات مع الشركاء الإقليميين والدوليين. في الآخر الرسالة اللي لازم كل الناس تعرفها وتفهمها إن لو في مصطلحات بتظهر وتعمل دوشة ما تخليش الدوشة تشيلك من مكانك، يعني اقرأ، اسأل عن المصدر، واعرف إن مصر عندها مؤسسات وقواعد ردع ووعي شعبي يحمي البلد من محاولات التشويه والاختبار. صحوة هارون ممكن تبقى عنوان عاجب ناس بتحب تخوف، بس الواقع مختلف، والرد المصري كان وما زال متزن، يعني في تحصين، دبلوماسية ووعي وطني.